ايه رايك في دول؟ عايزك تختاري واحده. ايه ده اشمعنى؟ اصل عايز اجيب هديه لحد عزيز على قلبي قوي، وخايف ذوقي ما يعجبهاش، فقلت اختار على ذوقك يعني. انت اي حاجه منك حلوه، اكيد هتعجبها. يا ستي متشكرين على الكلمتين الحلوين، بس يلا اختاري بقى. المهم تكون حاجه تعبر عن حبي. يبقى القلب ده. حلوه بجد؟ قوي. حلوه قوي. ثانك يو. رب يسعدك. مي مي، احنا مش قلنا تحجزي في المزاد؟ يلا مفيش وقت. يعني الملعب مش فاضي؟ ما اعرفش. خدي بالك، احتمال كبير قوي يبقى بيعمل كل ده عشان يرجع يكلمها تاني. تفتكري؟ افتكر انك لازم تتحركي بقى. مش شايفني. وريه. حاولت كتير ومفيش فايده. اغريه. ايه؟ وبعدين طنشيه، خليه يتبرجل يقول ايه ده، مجنونه دي ولا ايه؟ يبقى عايز يفهم في ايه. يا صفية انت بتهزري. انا عايزه افهم حاجه بعيدا عن كل ده. ايه الصدف دي؟ هي مش مريم كانت شغاله في شركه ارض المستقبل للتنميه الزراعيه، ودلوقتي شغاله مع الزفته اللي اسمها ياسمين. ياسمين بقى ما كانتش تعرف انها كانت مرتبطه بزياد؟ اكيد تعرف، وعشان كده شغلتها عشان تبقى تستخدمها رهينه. هو مين زياد ده وايه علاقته بياسمين؟ تصدقي انا غلطانه ان انا حكيت لك حاجه عني. انت غلطانه، بس في حق نفسك. ولو فضلتي كده هتفضلي طول عمرك مسجونه في السجن الابدي ده. فوقي. انا بس في حاجه هموت وافهمها. هو مش زياد ده كان عادي من ضمن المودعين؟ ياسمين بقى عرفت منين انه كان مرتبط بمريم؟ انا في حاجه واقعه مني، بس هجيبها مش هحل.